السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواننا المتابعين، اهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد. الحلقة الماضية تحدثت عن السبع سلالات اللي صارت ضمن مجموعتي، ووعدتكم اني انطلق في الحديث عن كل سلالة لحال. تم الاختيار اليوم الحديث عن السلالة هاي شايفينها اكيد، افخم سلالة في العالم. هذه السلالة اللي تمتاز بحجم معين وصوت معين وشكل معين وفي موطن محدد. هذه الخصائص اللي راح أبدأ أتكلم عنها واحدة تلو الأخرى، ونوضحها إن شاء الله بحيث تصير عندك معلومات عن هذا النوع بالتحديد من أنواع الحجل. في البداية نعرفكم على اسم الطير اللي رايحين نتكلم عنه، وهو الحجل العربي. تبارك الله تبارك الله، نذكر الله عز وجل. هذا الحجل العربي له مزايا وخصائص معينة. في البداية مزية هذا الطير انه طلعوا مثلا بيرتفع العرف. شوفوا الانثى اللي من غاد كيف عرفها مرتفع، هذا لا تجده في انواع الحجل الاخرى الا اللي انا شفته البربري نعم بيرتفع عرفه. هذا الحجل فعرفه يختلف. ثم ثانيا الحجل العربي حجمه ضخم جدا، فهو اكبر واضخم انواع الحجل على مستوى العالم. طبعا إن شئنا نعمل مقارنة لازم أنت تصور نوع حجل جنبه حتى تعرف الفرق. لكن عموما طلعوا هذا الحجل العربي كيف حجمه، كم ماخذ من الشاشة في التصوير حجمه. بدي أوريك الآن الحجل البلدي. هذا الحجل البلدي اللي راح نحكي عنه لاحقا. شايفين كيف مقارنة الحجم؟ ثلاث أضعاف تبارك الله. بل أيضا هنا أيضا عندي الحجل الأبيض 3 أضعاف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فحتى الإسباني غاد، فهو يعني يكون أضخم أنواع الحجل حقيقة. حتى البربر طلع كيف. فإذا لا يضاهي الحجل العربي بالحجم بشيء. طبعا هذا الذكر اللي أنا صورته هو عمره 3 سنوات حسب ما أخذته وحصلته. هذا الحجل مثلا أول سنة العربي أقل ضخامة بشيء. فهو يعني كل ما تقدم بالعمر كل ما أعطاك حجم أكبر. جيد، كل ما أعطاك حجم أكبر. نرجع عليه ونكسب هون الإضاءة والشمسات اللي عليه حلوات عشان نصور لكم الأشكال الجميلة. طيب خلوني أفتح القفص عليه وأوريكم منظره بشكل أوضح. أنا راح أفتح عليه الباب عشان أعرف أصوره، فأكيد حيطلع. وقعد ضرب الكاميرا دفش. شفتوا شو اللي صار؟ يعني فط الطير او قفز الطير ضرب الكاميرا، فراح ما يكسر لنا اياها، وقعها على الارض. كلا يعني اجت سليم الحمد لله. فنذكر الله عز وجل، نقول تبارك الله انا وانتم على هذه الطيور، ونرجع نوثق اللي كنا نحكي فيه. طبعا اللي طلعت الانثى هي اللي ضربت الكاميرا. نوثق لكم الذكر، هو على الأغلب حيطلع. شوفوا الآن لما يطلع فرد جناحه بسبب ضخامة الجسم. تبارك الله طلع كيف. يلا اطلع لا تخاف. على كلان طلع. شفتوه؟ يعني تبارك الله الطير من قد ما هو ضخم لما يطير بتحس انه مش زي انواع الحجل الثانية. شوفوا تبارك الله مشيته كيف، واللي يعني يحجل حجلا. هذا الحجل العربي أنا حأرفعه فوق وأكمل الحديث عنه، لازم أصور لكم التفاصيل. ممتاز، يعني هيني ثبت لكم إياهم يكونوا هون الاثنين، وإن كان أجهدت الطير شوي لأني مسكته. لاحظوا الآن كيف الرأس أسود من فوق، الجفون ماخذ إلى الرقبة من الخلف أبيض، أسفل الفاه الطير على بياض أيضا، ماخذ عند الأذن أسود في أبيض في بني. شوفوا التخطيطات من الأسفل كيف. الجناح بالأخير أو عفوا يعني اللي هو خلينا نحكي هذا اللي من وراء ذيل الطير بيختلف عن أنواع الحجل. عادة أنواع الحجل خاصة البلدي طير البلادنا بكون الهان وردي، فهذا ما إله هذا اللون الوردي، ماخذه كله على شكل بني. هذا لاحقا تصيروا انتم تميزوا بالتفاصيل هاي. فهذا الحجل العربي تبارك الله، يعني تشعر انه طالع له هيك دقن، احنا بنحكي او لحية من شعر الرقبة والوجه.
فماخذ صفة فعلا جميلة جدا بالحجل العربي، وكأنه فعلا يعني نفس الإنسان العربي. طبعا هذا الطير نحكي عن موطنه وهي جبال السعودية المرتفعة وجبال اليمن، فهذا موطنه الأصلي هو شبه الجزيرة العربية، موطنه الأصلي جزيرة العربية، ويسمى عند إخواننا الخليج يقال له الجهة، يقال له هناك الجهة. نحن نسميه هنا أو المتعارف بين مسميات الحجل بالحجل العربي، ويقال أيضا له الجهة. فهذا الطير الضخم، هذا الذكر وهذه الأنثى. دائما الذكر يكون في الطيور أجمل من الأنثى. فهسه بدي أرجعه القفص وأترك له هدوء وأحط الميكروفون عنده عشان أسمعكم نغمات الصوت اللي بصدرها، وأستفزه عندي على صوت المناداة بحيث إن شاء الله يسمعنا شيء من نغمات صوته، واللي خاصة تكون مع وقت الفجر ووقت الغروب تحديدا، وينشط في موسم التزاوج بشكل كبير. تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. هيهم وراي. طبعا أنا يعني أعتذر ما قدرت اليوم إني أخذ إله الصوت، لأنه الطير هيك ضايقناه في التصوير وأجهدناه، فما صار مزاجه مناسب إنه يطلع صوته. لكن إن شاء الله بس أسجل صوته بنزل لكم إياه مقطع هيك قصير إن شاء الله على القناة، وبتسمعوا صوته المميز واللي حقيقة يشبه صوت الطفل الصغير. بنكون هيك خلصنا الحديث عن الحجل العربي، ودمتم بصحة وعافية. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اتركوا لنا تعليق، اتركوا لنا سؤالكم واستفساراتكم، إن شاء الله احنا جاهزين نرد عليكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.